عسلامة ومرحبا بكم مع ديوا سويت ناس. إن شاء الله رمضانكم مبروك وسيم مقبول يا ربي عليكم وعلى الأمة الإسلامية الكل. اليوم باش نشوفوا مع بعضنا وصفة البريك الدنوني اللي ما تغيب على حتى طاولة تونسية في رمضان. وصفة سهلة برشا وبنينة، إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. وإذا عندكم أي سؤال ما تنسيوش تكتبوا لي في لي كومنتير. للغوسيت متاع العجينة تستحقوا 200 غرام سميد أرطب، 200 غرام فرينة، مغرفة صغيرة خميرة جاتو، 140 مليلتر زبدة سخونة ما غير الحليب متاعها، ونكملوا ب 190 مليلتر ماء دافي. أول حاجة نبداو بيها في صحفة نصبوا السميد متاعنا ونزيدوا فوقه الزبدة الذايبة. كان تحبوا نجموا تعوضوها بالزيت وإلا تعملوا شطر شطر، أما هكاكا بصراحة أبن. نزيدوا فوقهم رشة الملح ونبثبثوهم بالقدا بيدينا لين يشرب السميد الزبدة الكل. نكملوا بالخميرة متاع الجاتو والفارينة ونلمدوا بشوية بشوية بالماء باش نعطيو الوقت للسميد والفارينة باش يشربوا مليح. بالنسبة للكمية متاع الماء كل فارينة وقديش تشرب، دونك تنجموا يتزيدوا يتنقصوا شوية. نعجنوا العجينة حكاية 5 دقائق بيدينا، بعد لفوها في بابي سيلوفان مليح باش ما تشيحش. نحطوها ترتاح في الفريجيدير حكاية 30 دقيقة لو طون اللي نحضروا فيه الحشو. بالنسبة للحشو تستحقوا 350 غرام لحم مفروم، كعبة بصل كبيرة مقصوصة جويدة، 100 غرام جبن مرحي، رشة معدنوس، زيت وشوية فاحات. في مقلة ماذا بيكم ما تتلصقش نصبوا شوية زيت والبصلة المقصوصة جويدة، نفوحوهم بشوية ملح، ثوم بودرة وإلا فصين ثوم مهروسين وشوية فلفل أكحل. ماذا بيكم ديما تحطوا الملح مع البصل كي باش تذبلوه، خاطر يساعد باش البصل يسيب الماء متاعو أسرع. نزيدوا فوقهم اللحم مفروم ونحلوه مليح بالمغرفة، خاطر كان طاب صعيب تنجموا تحلوه. نخليوه يطيب حكاية 10 دقائق وما تنساوش تحركوه كل مرة. نكملوا برشة المعدنوس ونخليوه يزيد يتقلى حتى يشيح من الماء متاعو باش ما يقطعناش العجينة من بعد. نرشوا شوية فارينة على البلان دو ترافاي ونبداو نحلو في العجينة بالقلقال لين تولي جويدة حكاية 2 ملم ما أكثرش. نصيحة كي تبداو تحلو في العجينة ديما دوروها ما تخليوها سور بلاس باش حتى وكان لصقت تشلقوا بها من الأول. نقصوا العجينة الكبر اللي تحبوه، أنا خذيت دورة 9 سنتيمتر دو ديامتر وجاتني الكعبة يسر مزيانة. اللحم متاعنا برد بالقدا، نزيدولو الجبن المرحي، أنا استعملت كودا، انتوما استعملوا الجبن اللي تحبوه وخلطوا مليح. ناخذوا دورة متاع عجينة ندهنوا حروفها بشوية ماء باش كي نسكروها من بعد تشد مليح وما تتحلش. نحطوا في وسطها الخليط اللي سبق وحضرناه. نجموا تبدلوا الحشو كان تحبوا، نجموا تستعملوا يا دجاج مقصوص طروف صغار والا تن والا حتى قوطه وجبن يجيب بنين برشا. نسكروا الكعبة مليح بصوابعنا كيما تراو فيها، زيدوا لها شوية حشو كان ظهرت لكم ناقصة باش ما تبداش الكعبة فارغة من بعد، وكملوا وسعوا بالكم في تسكيرها. بالنسبة للعباد اللي ظهرت لهم الطريقة صعيبة نجموا تسكروها يا بالفرشيطة يا بالماكينة الخاصة بالبريك الدنوني، أما بصراحة هكا أزين.
توا باش نشوفوا مع بعضنا الطريقة متاع التخزين متاعهم قبل ما نمشيو للتطييب. كيما تراو كان عملتوا كمية كبيرة ومازال عندكم حشو، نجموا تخبيهم وهما حاضرين في الساك دو كونجيلاسيون من غير ما تلصقوهم في بعضهم وتسكروا عليهم بالقدا وتنحيوا الماكسيموم تاع الهواء. كي تجيو باش تطيبوهم خرجوهم قبل بنص ساعة وطيبوهم في زيت مش سخون برشا باش ياخذوا وقتهم ويطيبوا مليح. اما كانوا فيلكم الحشو وبقات لكم العجينه، والا تحبوا تعملوا عوله تستحفظوا بها وكل مره تجبدوا منها شويه باش تربحوا الوقت، تاخذوا بابي كويسون تقصوه على كبر الدوره متاع العجينه وتعملوا طبقات كما تراو فيهم. نجموا تقسموا كل سوزينه وحدها باش من بعد جوست تاخذوا الكميه اللي حشتكم بها. كيف كيف تحطوهم في ساك دو كونجيلاسيون وتنحيو منهم الماكسيموم تاع هواء وتخبيوهم في الكونجيلاتور. كي تحبوا تستعملوهم تخليوهم لين تتسيب العجينه وتولي طريه مليح. بالنسبه للتطييب عندكم طريقتين زاده. الطريقه الاولى في زيت ماذا بيكم يكون مش سخون برشا باش الكعبه تاخذ وقتها باش تطيب وما تبقاش معجنه. نطيبوا البريك دانوني من جهتين، بعد نحطوهم يستقطروا في الكاسكاس ومن بعد نحطوهم على بابيي باش يكمل يشرب الزيت اللي فيهم. وصحة وبشفاء. أما بالنسبة للطريقة الثانية نجموا تدهنوهم بأصفر عظمة فيه نكتة خل أبيض باش تتنحى الريحة القوية، وتطيبوهم في الكوشة حتى يولي عندهم لون ذهبي مزيان. نصيحة صغيرة، كان باش تطيبوهم في الكوشة خليوا اللحم مبلول أكثر شوية باش الكعبة ما تبداش تغصص. وصحة وبشفاء. سيء البريك دانوني متاعنا حضر وجي بنين بنين بنين، ما نحكي لكمش على البنة. جربوه وقولوا لي كان عجبتكم الفيديو. ما تنساوش باش تشتركوا في الشين كان مازلتوا ما اشتركتوش، وتتابعوني على لي ريزو سوسيو الفيسبوك والانستغرام، واهم حاجه تبارطاجيوها وتدعموني برشا جيمات وكومنتات. وتوا ما بقى كيمش نقولوا مع بعضنا اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال.